الله الذي خلق هذا الكون كله، لا تظن أنه عاجز أن يدبر حياتك، لا والله. خليل الله إبراهيم لما كان يلقى في النار وهو في طريقه إلى النار يأتي إليه جبريل فيقول: ماذا تريد؟ جبريل أعظم الملائكة، فيقول: أما منك فلا، ما أبغى منك شيء، أنا أريد من الله. فما خذله الله عز وجل، وأصبحت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هاجر لم تحفر زمزم، ما حفرتها لتنقذ ابنها، بل فجرها الله تحت قدمي ابنها بقدرته. وأم موسى تراها ما أنقذت رضيعها، الله الذي ألقى عليه محبة منه ليحميه. ويوسف ما نجا إلا لما أصابه الله برحمة منه. وأيوب ما شفته الأدوية، إنما ضربة برجله فتفجر الدواء بين قدميه. فيا من شككت بربك وبعدله ارتح ارتح، الله خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وهو الذي ستعود إليه. لا يمكن أبدا أن يكون كل هذا الإبداع الذي تراه في الكون عبث، أبدا لا يمكن. لو كان عبث لما مات أحد، لكنها مرحلة ستمرها في رحلة روحك الخالدة، وهي مرحلة الدنيا، فأحسن العمل بها. لو أن الله يا أحبابي لا يريد لنا الخير لما رزقنا الأنبياء، ولما أنزل الكتب، ولما أعطانا الروح التي تخشع وتبكي وتفرح، بل أجمل لحظاتها يوم تبكي خاشعة بين يدي ربها. هذه لذة الروح التي أنت تشعر بها سواء كنت معاقا أو كنت أحسن إنسان على وجه الأرض. لذة الروح هذه لا تتغير، الجسد يتبدل لكن الروح ما تتغير. فلذلك اصبروا ولا تحزنوا على الدنيا. هذه الدنيا التي نعيشها حلالها حساب، وحرامها ماذا؟ حرامها عقاب. الصابرون لهم الثواب، الصابرون لهم الثواب. تذكر أقبح شعور يا إخواني هو شعور من يفقد كل شيء لأنه لا يستطيع أن يحصل عليه. هذا ليس عند الله، ليس عند الله. الله عز وجل سيعوضك. من ظلم سوف يأتي يوم يأخذ حقه.